ربات البيوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي واخواتي وصحابي، عاملين ايه؟ والناس اللي منوره عيلتي الجميله وكومنتاتكم اللي بتسعد قلبي، يا رب تكونوا بخير يا حبايبي يا رب، وما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. طبعا لازم اول حاجه اشكركم واشكركم على الكومنتات، ما تعرفوش بتعمل فيا ايه، بتوديني في حته تانية خالص خالص خالص. ما تحرمش منكم ابدا يا رب. وكل اللي بيتفرج عليا وبيعجبوا الفيديوهات من كلامكم الجميل، يا ريت الشير، يا ريت القنوات اللي انتوا بتشوفوها ديت، اي سواء حتى لو مش قناتي انا، حتى لو اي قناه تانية، شير علشان تنتشر، علشان نقدروا نقولوا للقنوات الحلوه دي باني بقى واظهري، علشان نحس ان احنا بنقدم حاجه نفسنا نظهروا بيها، او تروح لبيوتنا ولبناتنا ولستاتنا وكل الناس تروح لهم في بيوتهم. فطبعا اللايك الكتير بيرفع اللايك بيرفع الفيديو، الشير بيرفع الفيديو، بيخليه يرتفع ويوصل ليكي ولغيرك ولكل الناس. طيب نخش على الموضوع. النهارده موضوع جامد جدا، النهارده موضوع خطير خطير وكارثه، يعني يتقال عليه كارثه. لما بنت متربيه، هي المفروض ان هي تكون متربيه، تصور علاقه الزوجيه ما بين امها وابوها في اوضه النوم تسجلها بموبايلها، هتبقى كارثه ولا مش كارثه؟ نسيبها سودا، صح؟ كارثه، ما تتقالش غير ان هي كارثه. لما انا موبايل يتحط في حته معينه ويتلزق ما بين حته تكشف السرير علشان اصور امي وابويا في اوضه النوم، يبقى القيامه تقوم بقى، يبقى القيامه تقوم خلاص، محدش يقول لي حاجه تاني، القيامه تقوم بقى خلاص بقى خلاص. شفتم قد ايه ثقتكم في ولادكم، وشفتم قد ايه المصيبه الزرقاء اللي كل الناس بتستخدم، يعني ناس كتير جدا استخدمت الموبايل في كارثه، استخدمته في نصايب. الموبايل ده يعني اتعمل لحاجات كتيره جدا فيها فايده، مش هننكر ان هي ملهاش فايده، ولكن احنا واولادنا وكل الجيل اللي طلع دلوقتي للاسف بيستخدمها في اسوأ الاستخدام، اسوأ واقذر الاستخدام. تمام؟ اما قصه تجيني تقول بصوا القصه بقى دي، بصوا القصه دي، ماشي، بس انا لازم اطلع اتكلم عنها، لازم اوعي كل الناس طالما وصلنا للمرحله دي. انا ما بتابعش اخبار، انا ما بتابعش الكوارث اللي بتحصل. ممكن الناس تقول لي ايه انت نايمه على ودانك، ده كوارث من ده كتير بتحصل. انا ما بحبش اصلا ولا اخبار على النت بتابع، ولا اخبار على السوشيال ميديا، ولا ما بحبش الاخبار ذات نفسها. يعني اذا لو كان خبر خلاص، يعني لو هو منتشر قوي خلاص اخد سمع كده وما احاولش يعني ايه اتغامر فيه. لكن في حاجات بتيجي لغايه عندي كده، يعني اللي هو انت خلاص بقى ايه، وانا معلش المحتوى عندي يسمح لي ان انا اتكلم وانصح بناتنا وامهاتنا. لما بنت من بناتنا توصل لكده يبقى لازم نقول ستوب لكل بيوتنا، لكل بيوتنا. فوقوا يا امي يا بنتي يا سمدام يا ست، كله يفوق، كله يفوق. من وابنك عنده 7 سنين 5 سنين بيمسك موبايل، لغايه العروسه الحلوه اللي عندها 17 سنه في تانية ثانوي عام تعمل مصيبه وكارثه. وبنت عادي، يعني مش هقول لكم من وسط كذا ولا اي، عادي بيت بيتصرف فيه ودنيا وكل حاجه. تعالوا نشوفوا القصه عشان ما نتوهوش من بعضنا. بنت في الثانويه العامه بدأت تسأل مامتها أسئلة شوية، يعني ماما هو اللي عايز أسألك سؤال، إيه يا حبيبتي اتفضلي، هو الإنسان اللي بيتجوز عن حب أحلى ولا اللي بيتجوز عن جواز صالونات؟ قالت لها لا يا حبيبتي طبعا أكيد اللي بيتجوز عن حب عشان تبقى الحياة حلوة وما اعرفش ايه وكده اهو. وقالت لها طب ادعي لي يا ماما ان شاء الله لما اتجوز واحد اكون بحبه. قلت لها يا حبيبتي اهم حاجة شهادتك، واهم حاجه ان انت يكون معاكي الشهاده بتاعتك الكبيره كده، وربنا يسهل لك الحال في الجواز. قصه ثانيه، ما تفكريش في الجواز دلوقتي. البنت بدات امها تلاحظ ان هي بتسال اسئله، المهم هتلاقي انتبهي لمذاكرتك وانتبهي وانتبهي وانتبهي. خلاص طب تمام.
يبدا بعد كده ايه اللي بيحصل؟ يبدا بعد كده هو البنت تخش، الله اعلم هي اتضافت في جروب، هي بحثت عن جروب، هي دخلت، المهم لقيت نفسها في جروب اسمه جروب للبنات، معلومات للبنات فقط، حب باستطلاع. دخلت حلو، طبعا فيها مجموعه من البنات، ايه ده انا جيت فين؟ تلاقي احنا بنات الحقيقه احنا طبعا بدل ما نساله اسئله ومش بنعرف نساله بابانا او مامتنا او اي حد، فاحنا الجروب ده يا بنات عشان نساله اللي بيحصل معانا بالظبط. كل واحده سالت عن البريود، بيحصل لك فيها ايه؟ اللي قالت لها بيجيني بكذا، بتجيني بكذا، بتجيني 3 ايام، اللي بيجي لها 4 بيجي بوجع، اللي ما بتجيش بوجع. طيب اللي بتسال بتقول طب انت بتغيري الحاجات، تفاصيل عن البنات، بتغيري الاندر كام يوم في حاجات، فاهمين انتوا؟ للاسف انا بس بقول القصه كده بتفاصيلها، معلش. كل ده بيتقال في قلب الجروب، فكل واحده بتقعد كل يوم تجيب طب انت بتحسي بايه؟ طب انا بحس بكذا. طب انت مش نفسك تتخطبي؟ طب انت نفسك تتجوزي؟ طبعا نفسك ما اعرفش ايه. طب اللي بيحصل لك لما بتحسي بكده؟ طب انت كذا. فضلوا العيال يثيروا شهوات بعض بالاسئله، من كتر الاسئله. فطبعا فضلوا عملوا ايه بقى؟ طب انت بتسالي مامتك كذا، طب انا بسال كذا، طب انا هقول لكم على حاجه. فضلوا كل واحد طب صوري بقى نفسك كده، كل واحد صور عشان نعرفوا بعضنا. طبعا كل واحده بقت تصور نفسها وتبعت صورتها في قلب الجروب. اللي وسطها كده، لا انت وسطك جميل، لا ده انت جسمك مكنه، بنفس الالفاظ دي. لا ده انت جسمك كذا، لا انت ليكي بطن، خفي بطنك كده عشان هو ما عرفش يحصل فيه ايه، وتفاصيل كلام قذر وكلام خارج عن اللي احنا اتربينا عليه او تفكيرنا. يعني احنا سن المراهقه دي يعني احنا مرينا بيه كده، يعني عدى علينا، ما حسيناش ولا 1%. وكان ايام الصحابه وايام امهاتنا يعني كانوا كلهم جهاد، مفيش حاجه اسمها عندهم سن مراهقه، كان في حروب وفي جهاد وفي ليه؟ علشان كان في رساله، البيت اللي كان فيه مخلوق فيه رساله الكل بيجري وراها. انما احنا هنا دلوقتي مفيش، الام ابنها طول النهار وبنتها طول النهار قافله على نفسها الاوضه ماسكه الموبايل، خلاص بنتها في امان. طالما بنتي معايا في الشقه خلاص امان، طالما بنتي وشها في قلب الاوضه خلاص امان. وتلاقي كل بنت النهارده عايزه اوضتها لوحدها، خلاص ليه؟ عشان تعيش حياتها بقى، محدش معاها في قلب الاوضه، خلاص. طبعا احنا مش بنقوله كله، بنقوله يعني بس نسبه كبيره دلوقتي من اللي بتحصل. تعالوا نكملوا بقيه القصه. بدات البنات يكتبوا كده هو على الجروبات، وبداوا البنات يتكلموا انا بحس بايه وانت بتحسي بايه والكلام من ده. شويه صوروا نفسهم، شويه طيب يا جماعه احنا عايزين طب نعرفوا المعلومه الصحيحه. واحده طبعا افتكست من قلب الجروب، طب قالت طب انا عندي فكره كويسه قوي، ايه رايكم كل واحده تصور علاقه مامتها وباباها في قلب اوضه النوم بدون ما تحس، وتعالوا وتحط الموبايل وتصور العلاقه. شوفوا الفكره القذره، الفكره اللي خطرت. ليه خطرت؟ لانه اكيد هم ماسكين الموبايل بيتفرجوا على افلام، على مواقع، على يعني الله اعلم جابت منين، الله اعلم جابت ده منين، الفكره الوحشه دي جات لها منين، الفكره الزباله دي والبنات الزباله دي فكروا كده مع واحده يعني هي منبعها اصلا زباله. لما جابت كده هوت البنات وجمعتهم وفضلت يتكلموا في الجروب ماشي، بس لو برضه هقول البنات لو متربيه كويس مش هتدخل. ولو حتى انا دخلت جروب ولقيت جروب وحش بطلع منه، اعمل ازاله واعمل حظر واطلع. انما اتمادى يبقى انا مش متربيه صح. انا الام اللي عماله بس تعمل تقور وتعمل محشي وتنزل السوق تتقور على دماغتها عشان تجيب المحشي وعشان توفر لي وتنظف لي الاوضه وتنظف لي بيتي وتغسل هدمتي وتغسل طرحتي وتدور على اللي ناقصني وتتعارك مع ابويا عشان حق الدرس وتتعارك مع ابوها عشان خاطر حق الهدوم وتتعارك لو نفسها تجيب اكسسوار وتجيب ميك اب او تروح مثلا رحله مع زمايلها طول النهار انا اعارك مع ابويا مع ابوها علشانها ماشي. وهي كل ده اللي انا مهتميه كأم بيه. انما انا كتربيه انا مش انا فاضيه، انا ما عنديش حاجه اديها لها. الامهات خلي بالكم
خلي بالكم الامهات معظمها دلوقتي طالما انت العيله شايله دماغتها وبعد عن مامتها وواخده الموبايل وقاعده كده بتشي الحمد لله. حرام، ما بتكلم يشتروا النهار بصه في الموبايل، حرام. هي بتتكلم مريحاني والله طول النهار بصه في الموبايل، هي مريحاني. ده كل اللي هو مطمن قلبك، ده اللي مطمن قلبك، حرام والله العظيم. احنا بقينا في زمن العجب. بدأت البنت عملت ايه؟ قالت لها البنت، قالت لها لا مش هينفع، ازاي انا اعمل حاجه زي كده؟ طب وازاي اعملها؟ قالت لي بتلاقي بنتي يا خايبه، يا بنتي يا خايبه. بص بقى، الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، وصاحب السوق للبنت والولد. فجت الساعه قالت لها ايه؟ قالت لها ده عشان خاطر نكتسب، عشان نكتسب الطريقه الصح والمعلومات الصح ناخدوها من ابهاتنا وامهاتنا، ماشي؟ راحت البنت دخلت اوضه النوم وجت على حته خبيثه ولزقت التليفون كده وحطت الكاميرا، وفضلت وهي بالنهار تكشف الحته اللي تجيب السرير كده، وبدات تحطه، وبدات ان شاء الله يقعد بقى ساعه ساعتين لغايه ما يفصل. بعد ما ينام ويفصل تقوم ساحبه التليفون وتبدا تتفرج العلاقه تمت ازاي. انا حزينه والله، والله العظيم ثلاثه، والله العظيم انا حزينه. يأسفني انا احكي حاجه، بس انا بوعي كل ام انها تفتح عينها قلبها. خلاص بقى فتحي عينيكي، ما تقوليش بنتك بتصلي الفرض بفرضه، ما تقوليليش كاني ولا تقولي لي ماني. البنت قدام امها كانت عادي، بنت عاديه ومدرسه ودنيا وثانويه عامه وعيلها، ما فيش بعد كده يعني. هنقولوا للتربيه، هنقولوا في ناس، في بنات متربيه، يا حبيبتي، ايوه اكيد في بنات متربيه جدا طبعا، في بنات محترمه جدا وتخاف ربنا جدا. ما هو ده برضه عشان عدم الايمان، يعني عشان عدم الايمان، عشان عدم البيت اللي فيه صلاه وفيه قران وفيه حلال وفيه حرام. ما انت لو ربيتي عيلك على الصلاه وعلى الحلال وعلى الحرام، والعيل دخل في قلبه زي احنا قلنا ايام الرسل وايام الصحابه، ما كانش فيه نت ولا كان فيه لهو، بس هو كان فيه رساله، كان فيه عباده، كان فيه كل الكلام عن الصحابه والعظه وكلام ربنا. المصحف ده اللي احنا بنحطوه في كل ركن من بيتنا، في كل ركن في مصحف. الكتب ده ماشي في كل حاجه، في كل لما عود عيل ان هو يقرا صفحه صفحتين ويتدبر القران، يتدبر كلام ربنا حبه بحبه بحبه بحبه، ماشي. احنا لو طلعنا احنا مش يعني مش على المنهج الصح قوي، لكن احنا الحمد لله بنحصل غلطات، احنا بشر، في وسط عيلتنا وبنضحكوا او بنرقصوا مع في وسط عيلتنا، احنا بادب باحترام، ما عندناش الفاظ. ربنا اولادنا على الادب وعلى الاخلاق وعلى الحلال وعلى الحرام، وطول ما احنا قاعدين نقولوا حرام وصلاه وحرام ولا وكذا ولا وكذا ولا وكذا، وبنغلطوا، بس غلط اللي هو الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني انا ما بقول، انا مش بقول ان انا لا، ما فيش بشر ما بيغلطش، ما فيش بشر ما بيوقعش في غلط، بس غلطات اللي هو يعني نقوم نصلي وتمسكي السبحه تستغفري ويا رب استغفرك واتوب اليك 100 مره عشان ربنا كده. اتكلمتي على حد غصب عنك، حكيتي على موقف حصل حاجه، غلطات بنقعوا فيها. تعالوا عشان ما انتهوش تاني. البنت عملت ايه ميمو؟ البنت عملت الكبسه دي وصورت، قعدت 7 شهور على الحال ده ما بينها وما بين الجروب وما بين البنات. الكبسه بقى كده بقى، لا ده باباكي جامد، لا ده امك شقيه، لا ده انت ايه ده. كل واحده بقى مصوره في الجروب ايه؟ مامتها وباباها، مامتها وباباها، مامتها وباباها، بقى الجروب كله ايه؟ علاقات فيديوهات. لا تقول لها ايه؟ طب لا انا هجيب لكم بقى حته بقى، بص بقى، تجيب مقاطع من افلام تحطها في الجروب، ودي تجيب حاجه تحطها في الجروب، وبدا الجروب كله هكذا. لما جت قفشت البنت بقى، اتقفشت البنت، داخله تجيب، مامتها عملت نفسها نايمه وبنتها اتسحبت في الاوضه وهي بتجيب الموبايل من ضرفتين ما بين الدولاب.
قامت ابوها وقام امها راحوا ماسكين البنت. التليفون طبعا وقع من ايديها. انت ايه اللي دخلك في الاوضه هنا؟ وايه اللي جابك دلوقتي؟ وبتاخدي ايه من الدولاب؟ ليكي ايه في الدولاب بتاخدي؟ هم جاب بالهم ايه؟ طبعا كلكم عارفين ان هي بتمد ايديها على محفظه باباها او فلوس باباها وبتاخد فلوس. الكارثه ما طلعتش كده، الكارثه طلعت يعني يا ريتها كانت بتمد ايديها وكانت بتسرق، يا ريت كانوا امر اسهل من الفظاعه اللي وصلت لها. فالموبايل لما وقع في الارض، معلش لو انتوا سامعين صوت مروحه ملغوش عليكم شويه، معلش المروحه جنبي، انتوا عارفين الجو حر، فهجيب ميه لو قعدت دلوقتي من غير مروحه. فالموبايل وقع، فلما باباها وطى جاب الموبايل، فالكاميرا كانت لسه مفتوحه، الكاميرا كانت لسه مفتوحه، فلما وطى فتحها فلقى هو ومراته متصورين. صدمة عمرهم، اتفاجئوا، اتصدموا، بدأوا يحسوا يعلى. الراجل مسك الباب الاوضه وقفله عشان اولاده ما يسمعوش، ومسك بنته قال لها قولي لي ايه ده؟ قولي لي. الراجل كان خلاص حبه هيقتلها، خلاص حبه هيقتلها، موتها فعليا يعني. طبعا هي قافله طبعا الجروب عامله له باسورد، وقافله ده عامله له باسورد. فبدات تقول له حقك عليا يا بابا، الحكايه يا بابا مش هعمل كده تاني يا بابا. قال لها قولي لي المواجه. المهم فتش في التليفون وعرف الدنيا واللي فيها، موتها. ولكن عايز يوصل، مسك مراته بقى يضرب الاثنين، بقى يضرب بنته بيضرب مراته. طب هتقولي ده بيضرب مراته ليه؟ ما هي امانه، ما هو الراجل في شغله برضه. فهو ما هو بصوا هو زي ما قلت لكم قبل كده في فيديوهاتي اللي قبل كده بدون ما اسمع القصه دي، قلت لكم الاب والام هم مسؤوليه الاثنين مش واحد بس. هي الاغلبيه للام عشان هي قاعده معاها في قلب البيت بحكم ان هي طول النهار في البيت، والاب انت ما بتجيش تباشر بيه، لازم يكون لك دور برضه. الموبايل الساعه كذا يتاخد، ده يتاخد كذا 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 كذا. كمان البنات دلوقتي ولاد لذينه، البنات دلوقتي بتعمل حاجه والله اكتشفتها يعني مؤخرا. يعني لما بيجي يصوروا على الانستجرام ويصوروا على مش عارفه ايه ويصوروا فين وفين وفين وفين، يعملوا اخفاء لمامتهم ولباباهم ولاخوهم عشان ما يشوفهمش، وتعمل بس اظهار لصحباتها. فطبعا برضو دي من الحاجات اللي هي الاب والام مش شايف حاجه. يعملوا بروفايل في الصور وفي وما فيهوش، والباسورد حاجات كتيره. الام حتى لو مسكت موبايل بنتها وهي نايمه مش هتعرف تشوف حاجه. العيال ولاد لذينه بيعملوا حاجات ولاد لذينه. طب يا ميمو احنا هنعمله ايه؟ مفيش حاجه اسمها ثقه عمياء، مفيش حاجه. ما تقوليش ثقه عمياء في بنتي، ما تقوليش بنتي. انا بقول لك احنا بنتكلم من اول السن 7 سنين. البنوته اللي عندها 7 سنين بتتفرج على الكرتون، اللي بتتفرج على الكرتون انا بقولكيش، بس ممكن يجي قدامها اي حاجه وهي بتفتح اليوتيوب. فاكرين لما كنا زمان نيجي نفتح مثلا حاجه كده تلقائيا بيجي حاجات كده صور كده، او تيجي حاجات كده ساعات تمر، كل واحد كان يجريها كده وجسمه يقشعر. ما ممكن تيجي لطفل والطفل عنده حب استطلاع. العيل اللي في اعدادي، البنت اللي في اعدادي عندها حب استطلاع، فيجي قدامها فيديو، يجي قدامها حاجه. فلازم احنا نفلتر على الموبايل في ايديها. هتقولي ما اصل كان لازم ادي بنتي الموبايل عشان هي بتروح درس فاطمن عليها. دي كل الامهات بتقولها. لما اقول لها حجمي الموبايل ما اقدرش امسك من بنتي موبايل، اصل بتروح الدرس اطمن عليها منين؟ حلو الكلام، حلو الكلام. حضرتك الناس اللي وقعوا في المصيبه دي دول طبعا اكيد لازم يعني يتوجهوا للنيابه بتاعه الانترنت، لان اكيد الصور دي والحاجات دي ممكن الناس يكونوا مش هم بنات، يعني ممكن يكونوا مش بنات متخفيين في نصايب سودة.
ربنا يا رب يكفيكوا شر المستخبي، ربنا يكفينا ويكفيكوا شر المستخبي. يعني في حاجات خطيره بتحصل، يعني في حاجات مصيبه. الناس يعني احنا لما توجهنا الانترنت كنا كبرنا عشان اما افتح مثلا الفيسبوك او مثلا اليوتيوب مثلا. انا بالنسبه لي او اول ما دخل الكمبيوتر البيت بتاعنا حلو، كنت بقعد مع عيالي جنبهم، باباهم كان يخش ينام والله العظيم 3 انا ما بكذب، وكان المكتب اهو على الحياه والله احنا زي كده، حتى الكمبيوتر كده عليه، وكلنا كنا في الاوضه بتاعتهم. وكنت اخش في الاوضه بعد ما اخلص حاجاتي، الكمبيوتر كان يتفتح اول ما اخلص. انا طول ما انا ما خلصتش الكمبيوتر ما يتفتحش. ماما هنفتح، اقول لهم اما نخلص هنقعدوا مع بعضنا. يتفتح الكمبيوتر سواء بقى بيلعبوا عليه، سواء كانوا اول بقى بدايه ما هم كانوا لسه ايه ابتدائي كده واعدادي والمراحل دي، كنت اقعد معاهم. وكانوا لما كانوا يخشوا بقى يناموا عشان المدارس، انا كنت بقعد على الكمبيوتر، كنت بفتح ايه قنوات مشتريات زي ما انا بقول. كنت انا اللي كان فيا الميول ان انا بعمل فيديوهات من قبل ما كان اعرف يعني ايه يوتيوب، وقبل ما اعرف حاجه. كنت دايما وانا صغيره في بيت والدي، كنت وانا صغيره بعمل اكل اتكلم زي الشيفات اللي في التلفزيون، واقعد اقول احنا جبنا المقادير وعملنا ليه. كنت بقلد كان في حصه في المدرسه اسمها التدريب المنزلي. كانت الحصه دي كنت بحبها. بخلي جدتي تعمل لي مريله وجيبين وبتاع كده بتتعمل زي اللي عارفين انتوا الكاب بتاع الشيفات. دي بورنيطه كده اهوت، جدتي تعملها لي، كانت هي بتحب تخيط وبتعملها ماشي. وكنت اروح كده، كان ده زي التدريب في التدريب المنزلي. وكنا نعمله اليوم في المدرسه، كنا نعمله ايه؟ النهارده حصه الرز بلبن، النهارده حصه الكيكه، النهارده مش عارف من ده. احنا بنقولوا في كارثه بتحصل مش حاسين بيها، وبنت بتبوظ بنت. حضرتك بنت، حضرتك مؤدبه ومحترمه جدا وعلى سجاده الصلاه، وانت ام عظيمه وفاضله، بس حضرتك ما تعرفيش الصاحب ده هيودي بنتك دي فين، هيودي ابنك المحترم ده فين. الصاحب ساحب، الصاحب ساحب هيسحبه. طب وانا اخاطر بابن عمري؟ اخاطر ببنتي؟ البنات اللي بتفضل طول ما قاعده ديت ممكن يطلعوا من الدرس يخرجوا ما تبقيش حاسه، ممكن يطلعوا من الدروس توديها في اي حته، ممكن تخليها تكلم شاب، ممكن تخليها تمشي مع شاب، ممكن تخليها زي ما انتم شايفين جروبات، جروب في جروب في جروب في جروب، بيسيب شهوات البنات. النهارده البنت بتشوف مناظر في التليفون، وتشوف مناظر في التلفزيون، وتشوف مناظر وهي ماشيه في كل حته في كل حته. كأن البنات النهارده والدنيا كله بيتحارب، الشباب والبنات بتتحارب، كلهم بيتحاربوا. ما بقاش في حاجه اسمها يعني ايه تربيه صح. هو كل التربيه ان انا ااكل واشرب وادي مصروف والبس بنتي حلو والبسها اكسسوار حلو، بس انضف لها اوضتها وهيئ لها اوضتها، بس هو ده بس كده. هو ده كبير قوي وانا ما اعرفش في داخل بنتي في ايه. لا يا جماعه، لا يا جماعه، لازم نقول لبعضنا ستوب. ما ينفعش، لازم نخافوا على اولادنا اكتر من كده. احنا بقينا في عصر والله العظيم 3 اقول ايه، جمره من النار، جمره من النار. احنا في احنا يعني اللي جوز ولاده واللي طمن على ولاده يقول لاولاده لعيالهم. يعني انا عن نفسي اقول لبنتي كده، يعني بنتي الحمد لله لسه منع التليفونات لان ابنها داخل 2 ابتدائي، والعيال برضو كلهم مهبولين بالتليفون، ومعاها ابنها بالمطوشه واللي مش عارفه ايه. بس ماشي، هو لغايه دلوقتي العابه ودنيا زي الفل، بس هم خلاص اخدوا على التليفون، خدوا خلاص على التليفونات. وقفت بنتي التليفونات، وانا بحييها من هنا، انا بحييها. هيعيطوا شويه، هيزعلوا شويه، هيتضربوا شويه، واحده واحده. شغلتهم بنادي، شغلتهم بالدراسه، شغلتهم بتيجي محفظه القران في البيت تحفظهم قران. كل ده احنا نقدر نشغله وقت الولاد. يا جماعه اشغلوا وقت ولادكم، انتوا اللي تقدروا تشغلوهم. اعملوا برنامج، الام اللي بتنام لغايه الفجر عشان تقوم لغايه الظهر، فاليوم خلاص راح منها، ما بتقدرش تعمل لهم حاجه، مش فاضيه يا دوبك تقوم
تجري عشان تعمل حاجه بيتها وتعمل شويه الاكل وتنظيف البيت، فما عندهاش تفتش، مفيش وقت تفتش. لا لا، ما ينفعش الكلام من ده. فوقي 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 لولادك ودعبسي. الست بتتضرب من جوزها ضرب بالسواد، وما تقدرش تقول لاهلها، لان لو قالت لاهلها الف من حاجه غلطه. اقول لها هو سايب امانه معاكي في البيت؟ لما توصلي، لما بنتك وصلت كده وانت في قلب البيت ما انتش شايفاها. ها، ده انا بقعد مع ابني والله العظيم 3 طول ما اقعد معاه بطريقه حلوه، لان انا بقيت ام واب. طول ما انا قاعده اقول له ايه، صدق كان في شاب شفته فبيتكلم بطريقه دينيه حلوه قوي، يعني شاب كده جميل كده، يعني بتاع 25 سنه. والنهارده الصبح وانا بفطر جنب ابني قلت له ايه، صدق الشاب ده جميل قوي يا حماده، بص كده بيقول حاجات حلوه كده، بيقول لي اسمه بص كده بطريقه حلوه كده، خليته يبص كده. قلت له بص الله، ده بيقول بص طريقه تسبيح بسيطه جدا وما اعرفش ايه وكده وما اعرفش ايه. والله يا حماده الحاجات دي بتبقى حلوه، وطول ما انت ماشي حبيبي ورايح مثلا شغلك كده امسك السبحه واعمل كده، وابعت لباباك يا حماده، ابعت لبابا كده تسبيحه كده 1000 200 100 على قد ما تقدر، علشان ده انت كده بتسلم عليه. دايما تقولي له عن حاجه سمعتيها في خطبه الجمعه او عن شيخ، او تبعتي له فيديو عن شيخ بيقول حاجه كويسه. افطري العبي وخشي له كده بطريقه حلوه، مش ايه، مش اللي هو ايه اسمع عشان انت بتقطع في الصلاه اسمع. لا لا لا، هو بيصلي، طالما بيصلي ماشي، قطع خديه واحده واحده علشان ما يهربش من تحت ايديكي. اللي معاه دلوقتي ولاده 7 سنين، امنعي التليفون. ده ادمان والله العظيم، ادمان. مش كنا بنخافوا زمان من ادمان؟ مش كنا بنخافوا من العيل يصاحب عيل ويعلمه السجاره، ومن السجاره يعلمه يشرب ويعمل؟ ده اصخم، ده اصخم، ده اصخم والله العظيم 3، ده ادمان اصخم. خلي بالكم منه، خلي بالكم من ده. شوفي كم تليفون في بيتك ما انتيش قادره، لا افضلي امسكي التليفون. ايه التليفون ده عشان اطمن عليكي وانت بعيد، بس التليفون ده يبقى تحت ايدي، تحت كذا، بتعملي بيه ايه؟ واما انا بقى اقعدي جنبها، فضي نفسك، سيبي الدنيا، اقعدي جنب بنتك بتذاكر، اقعدي جنب منها على قد ما تقدري. شوفي الدنيا فيها ايه، الا ما رحم ربه بقى. في بنات محترمين، انا اعرف بنات اخلاق 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 اخلاق، اعرف بنات بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك في اهاليهم اللي مربينهم. واعرف بنات لعنه، كلمه اللعنه شويه، ربنا يحفظنا يا رب. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. كل يعني نصيحتي لكم، اهتموا بدل ما تهتموا بالاكل والشرب لاولادكم، اهتموا بالتربيه واهتموا بتفاصيل انتوا بعدين نفسكم عنهم علشان تريحوا. مش عشان انا عارفه ان مفيش ام بتريح دماغتها، ولكن يعني انت بتقولي ايه، عيلي جنب مني مش هخاف عليه، ده جنب مني، لا ممكن يكون جنب منك وبيعمل مصيبه. اسيبكم يا رب كده على خير يا رب ان شاء الله، ويا رب الموضوع النهارده يعجبكم ان شاء الله. حاولوا شيروه، حاولوا حطوا لايكاتكم وكومنتاتكم، عايزاها اسمعها جدا جدا جدا. اشوفكم على خير مع فنجان قهوه مع ميمو. باي باي.